في مسلسل في رمضان السنة دي اسمه موسى بطولة محمد رمضان، وأكيد المسلسل مصروف عليه كتير وليه مشاهدين كتير، لأن محمد رمضان لازم يتصرف على مسلسله في شهر رمضان. هنا رمضان وهنا رمضان. أنا مش جاي النهاردة أتكلم عن محمد رمضان ولا عن مسلسل موسى، أنا جاي النهاردة أتكلم عن موسى، بس مش موسى ده، أنا جاي أتكلم عن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم. فلو حابب تسمع معايا قصة موسى عليه السلام بكل اختصار وفي كام دقيقة، كمل معايا الفيديو للآخر. مش حابب وعايز تسمع موسى ده، روح اسمع موسى ده، بس أنا مش مسؤول عنك. يلا بينا نعرف قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام هو موسى ابن عمران. اتولد موسى عليه السلام في مصر، وده شرف كبير ان موسى يتولد في مصر وكمان عاش في مصر. اتولد موسى عليه السلام في عهد فرعون، وكلمة فرعون دي كانت بتطلق على اي ملك بيحكم مصر، او هو اسمه فعلا زي ما القرآن سماه. فرعون كان عارف ان له عدو ذكر من المواليد اللي هيتولدوا جداد، فكان بيقتل اي مولود ذكر بيتولد وبيسيب البنات. فام موسى عليه السلام خافت على ابنها، فربنا بشرها واوحى ليها انها ما تخافش، وقال لها: فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. وبالفعل ام موسى وضعت موسى عليه السلام في صندوق، ووضعت الصندوق في اليم اللي هو نهر النيل حاليا. وفضل الصندوق ماشي واخت موسى عليه السلام مراقبه الصندوق لحد ما الصندوق وصل لقصر فرعون. ويشاء القدير ان امرأة فرعون تاخد الصندوق وتلاقي فيه طفل صغير، فحبت الطفل وقالت لفرعون: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وبالفعل فرعون ما قتلوش، رباه فرعون لحد ما كبر وبقى شاب قوي، وده كله بسبب قدرة ربنا ان اللي ترضعه هي امه، بعد ما رفض الطفل الصغير ده انه يرضع من كل المرضعات. فجت لهم فتاة اللي هي أخت موسى وقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وتحقق وعد ربنا لأم موسى لما قال لها: إن رادوه إليك. وبعد ما موسى كبر خلاص وبقى شاب، كان ماشي في المدينة في يوم من الأيام، فقابل شخصين يقتتلان، واحد كان من بني إسرائيل والتاني كان من الأقباط. فاللي هو من بني إسرائيل استغاث بموسى عليه السلام، فأجاب موسى عليه السلام استغاثته، فوكز موسى الشاب القبطي وكزة واحدة فقتله. ومعنى كلمة وكزة يعني زقه بكلتا يديه، زقه كده بس الراجل مات من زقة واحدة كده من قوة موسى عليه السلام. فتوجه موسى عليه السلام لربه بالدعاء وطلب منه المغفرة. وفضل موسى يترقب ايه اللي يحصل له من اهل البلد لحد ما جاله رجل وقال له: يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. خرج موسى عليه السلام متوجه الى ارض مدين، كما قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. ولما وصل موسى عليه السلام لأرض مدين، وصل لمكان مجتمعين فيه الناس للسقاية، بيسقوا فيه الأغنام يعني. فشاف موسى عليه السلام بنتين واقفين بالصدفة، فراح لهم سألهم عن سبب وقوفهم، فقالوا له ان ابونا شيخ كبير واحنا جايين نسقي وابونا ما يقدرش يجي يسقي لوحده. فساقهم موسى عليه السلام للفتاتين وتوجه لربه بالدعاء والطلب. فالبنتين لما روحوا حكوا لوالدهم عن اللي حصل، فامرهم ابوهم ان واحده منهم تروح تنادي للشاب اللي سالهم ده اللي هو موسى عليه السلام. فراحت واحده منهم وندت لموسى عليه السلام وقالت له: ان ابويا عايزك عشان يشكرك على اللي انت عملته معانا. وزي ما القرآن وصف البنت ديت بانها شديدة الحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا.
فالراجل شكر موسى عليه السلام، فاقترح عليه الشيخ الكبير ده انه يجوزه احدى بناته بشرط انه يسئلهم لمدة 8 اعوام، ولو زاد سنتين يبقوا 10 فمن عنده. وبالفعل اتم موسى عليه السلام المدة كاملة، ورجع موسى عليه السلام تاني لمصر برفقة اهله بامر من الله تعالى. ولما رجع موسى عليه السلام لمصر قعد يبحث عن نار في اي مكان، ويبحث لحد ما لقى نار بجوار جبل. فلما راح للنار ديت سمع صوت بيناديله، فساب اهله في موضعهم، فراح موسى عليه السلام ناحية هذا الصوت بجوار الجبل. وهنا بدأت بعثة موسى عليه السلام نبيا، وده اللي هنتعرف عليه في الحلقة المقبلة إن شاء الله.